رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. ارزقنا يا رب. يا اسطى عرفان ارزقنا يا كريم. أهلا بحضراتكم. نبدأ برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ملخص جديد أرجو أن ينال إعجابكم. يبدأ الفيلم بالعصابة دي وهي رايحة تمسك البت دي عشان تخطفها، ويظهر بطلنا الجميل جوه بيروح يمسكهم يدوم علقة متينة ويظبطهم، لكن بيصحى من النوم كان نايم. وبيظهر هنا في الكادر إن هو قزم خالص، وأصحابه يقولوا له الممثلة بابيتا انفصلت عن حبيبها. بيفرح ويرمي عليهم فلوس من فوق، يقول إنه واد غني، لا ده فقير وحالته بالبالة بس فاشل. هنا أبوه بيمسكه وبيعرف ان هو فاشل، بيديله علقه متينه. اهدى يا زكي قدره، قال له انت فاشل وابن كلب. قال له انت من كتر شرب الخمره والسجاير طلعتني قزم، منك لله زكي شغته. هنا قاعد على رجل واحد صاحبه عشان ما يدفعش الاجره، وماشي. هنا راح الممثله البيت عشان يتفرج عليها وموهوم بيها وعمال يرقص، والدنيا هايصه ومايصه والدنيا بايظه معاه. وصاحبه بيقول له انت بتتصل بمين؟ قال له بتصل ببندي عشان عايز عروسه، لازم اكمل نص ديني. باندي بيقول له انت ليه يا باشا ما خدتش العروسه اللي جبتها لك قبل كده؟ قال له معلش حصل لي ظروف يا معلم. وراه له الصوره بتاعتها فهو بيها جدا. قال له بس هي عندها اعاقه. قال له اعاقه ايه؟ انت مش شايف انا عامل ازاي؟ ده انا قزم، ده انا مش باين من الارض. وراح لها المدرسه عشان يشوفها، وكانت هي في حفله كبيره جدا بيبص عليها فعلا لا عندها اعاقه كبيره قوي. خد بعضه عشان يهرب. واحد بيقول له من الطلاب انت في سنه كام يا كابتن؟ قال له كابتن مين يالا؟ ده انا قد ابوك. وهنا بيبص بالمشقلب شاف القطه دي واقفه، قال لها انت عايزه ايه يا عافيه؟ انت معوقه وفاشله. هنا زعلت منه فحاول يصالحها وقعد قدامها. قالت له على فكره انت عقلك اصغر من جسمك، وهزقته ومسحت بكرامته الارض. خد بعضه ومشي وهو زعلان وطلع من المدرسه، وقعد بالليل بيلعب بصباعه كده ليه بيحرك النجوم. واد جامد قوي يا خال. قال لازم انا اخلص منها اللي عملته فيا دوت. وفعلا راح لها تاني يوم في المؤتمر بتاعها وقال لها على فكره انا قزم عادي جدا، لكن انت انسانه عاجزه ما تقدريش تحركي من مكانك ابدا. وتحب اثبت لك؟ رمى لها حاجه على الارض زي القلم كده وقال لها لو شاطره اتي. نزلت فعلا من على الكرسي المتحرك ومسكت القلم وضحكت الناس عليه. وهنا فعلا طلع في الجرايد اللي هو عمله، الناس كلها زعلانه منه من التنمر بتاعه لانه هو اصلا فاشل. وراح لها بوكيه ورده عشان يصالحها، فعلا ما سابهاش وفضل معاه عشان يصالحها، مصر على كده. وافقت على الصلح معاه لانها طيبه جدا. قعد يرقص ويحاول يرقصها معاه، عايز يدخل بهجه على قلبها. هي فعلا قعدت تتكلم معاه مبسوطه جدا من وجوده، وعمالين يهزروا مع بعض ويتكلموا ويدردشوا. وعارف انها عالمه في وكاله ناسا وهي السبب في نجاحاتهم كلها، مش راضي يصدقها. فضل معاها طول النهار. قامت من النوم الصبح لقت المعلم جايب لها فرقه وعمال يرقص قدامها. يا واد يا جامد يا زكي يا قدره. وهنا الالوان اللي انتوا عارفينها بتاعت الهند الجميله قعدت تضحك مبسوطه جدا مش مصدقه نفسها. جه هنا رئيس الفندق او مدير الفندق قال له فينا غرامات بالتكسير اللي انت عملته. قال له اخلع ياض. جه بالليل واقف قدامها وقاعدين مع بعض في البلكونه وبيحرك لها النجوم بصوابعه زي ما انتوا عارفين. وفعلا حرك لها النجوم، لكن دخل معاه في علاقه بأمية. الله يخرب بيتك يا قزم. هنا قاعدين مع بعضهم وحاول يهرب منها بعد اللي عمله، لكن بيرجع البيت من الصدمه بيلاقيها قاعده قدامه. راحت له سبقته على هناك. ابوه مسكه قال الله يخرب بيتك، ايه اللي انت عملته دوت؟ قدرت تضحك على البت دي ازاي يا قزم يا معفن؟ احمد ربنا انها رضيت بيك. وهنا مصر ابوه ان هو يخليه يرتبط بيها. المعلم حزقوم مش عارف يعمل ايه. وهنا الممثله بابيتا صديقها انفصل عنها وسابها ومشي وقفل في وشها السكه. هي زعلانه ومنكسره ومش عارفه تعمل ايه. خرجت للجمهور بتاعها بدون ما تعمل اي مكياج، من عكاشه ومبعكاشه. والله كده احسن. وعمال يقول لها بابيتا رد عليها بابيتا وهي مش سامعاه. والدنيا كلها زحمه وقاعده جنب صاحبتها وعماله تعيط وعينيها كلها دموع، وكل الجماهير وراها بالموتوسيكلات. وهو عمال يخبط في الناس، قال يعني هيضرب الناس دي بالقزميه بتاعته. وفعلا حاول يقرب منها وماشي جنبها. وفي الاخر بيقول لها انا بحبك جدا يا بيتا. قالت له انت اهبل ياه، وانت كمان بتحبيني عشان ايه؟ قال لها عشان انت جميله جدا. قالت له انتوا كلكم خاينين رجاله خونه، لكن للاسف بتقرب منه بتقوم جايه باسه. وانت ما بتصدقش نفسه طبعا من اللي حصل له ده. حصل له ذهول واسبهلال، وراح يقول له صاحبه بابيتا بساتني يا معلم. قال له انت شكلك شارب حاجه، انت فرحك بكره انت نسيت ولا ايه؟ المعلم اتصدم وقاعد زعلان جدا ومش عارف يعمل ايه. وهنا الواد بندي رايح له بالحلويات وعاملين الحفله والدنيا. وده ابو البيت عافيه بيقول لها يا بنت انت علمت فضاء
تتجوزي القزم ده ازاي؟ قالت له يا عم الحاج اهدى شويه، احنا زي بعضينا، الدنيا مراهم بعضها فوق وروق. وقعدت ترقص معاهم وتهيص وفرحانه جدا بالجوازه ديت. والمعلم بوه حزين وراح لصاحبه قال له انت نجحت في مسابقه الرقص، ولو نجحت وخدتها تقابل بابيتا. قال له بقى كده طيب. راح قال لها بقول لك ايه يا عافيه، ربنا يعطيك العافيه، انا واد فاشل وقزم وما ينفعكيش، وانا كده كده بابيتا بستني امبارح. مش مصدقه وقعدت تضحك عليه وحزينه جدا من كلامه. قالت له انت عبيط، مين اللي بسيتك؟ اكيد انت كنت بتحلم. وبتضحك ضحكه كده ملهاش حل، بسها من قريتها وخدها في حضنه وسابها ومشي. وفعلا سابها ومشي عشان يروح يقابل المعلمه بابيتا لو نجح في الرقص. وقلع هدومه وقعد يجري والدنيا كلها بتجري وراه. قدر يهرب منهم وراكب في الاتوبيس. وهنا عافية حزينة وزعلانة جدا، والمعلم واقف هنا في الطابور ومستني دوره. دول كلهم رايحين مسابقة الرقص. فعلا دخل المسابقة وفضل ينجح فيها دور بدور وحركة بحركة لحد ما قدر يوصل للنهاية. وبيبص لقى نفسه بيرقص مع مين؟ مع سلمان خان. وفاز فعلا بالمسابقة وهيقابل المعلمة بابيتا. هنا ظهرت بابيتا، القمر ظهر يا جدعان، لكن شافت صاحبها اللي كانت بتحبه واقف مع واحدة، راحت تمسكها وتضايق فيها، ما ده شغل حريم. خد صاحبته ومشي. والمعلم ابو عمال ياكل ويشرب ومبسوط جدا ومش دريان بنفسه. بيبص لقى المعلمة بابيتا واقفة وراه. قالت له انت نجحت مبروك، وافتكرته ان ده اللي بسيته قبل كده. قالت له يلا انت هتكون معانا ولا ايه؟ قال لهم انا هشوف اعمل لكم السحر اللي انا بعمله كل مره متفوق فيه. راح يحرك النجوم بصباعه، طبعا ما اتحركتش، وكل ممثلات الهند واقفه تتفرج عليهم مستعدين للمفاجاه والسحر اللي هيعمله. المعلم مش عارف يعمل حاجه، كلهم قعدوا يضحكوا عليه وبيقول انا مالي النهارده، ايه اللي جرالي؟ سابوه مشي وهم بيضحكوا عليه جدا لانه وقع في شر اعماله. باي باي يجوا، عيش حياتك يا جميل. كل الناس سابته وراحت له البت بابيتا. قالت له انت كسرت قلبي مين عشان ما تعرفش تعمل كده؟ قال لها ابدا، وحكى لها القصه بتاعت البت عافيه. وفضلت ماشيه وهو ماشي وراه. قال لها خليني معاكي وما تسيبنيش وانا هكون التبع بتاعك. قالت له اوكي، وفعلا وافقت على كلامه. هيعمل لها الشوب الكظوميه بتاعته. فعلا قاعده معاه وفضلوا يقربوا من بعضيهم وما ثبتوش في اي مكان، في كل حته رايح وجاي معاها، وبياكل شطه زي الموهوم. وبيحكي لها قصته من اول وجديد مع البت عافيه. قالت له على فكره انت قزم، ابويا وامي كانوا اقزام، لكن الحمد لله لما طلعت زيهم ابويا ساب امي وراح خد واحده تانية اتجوزها وهجرها. وبيتكلموا هنا افتكر المعلمه عافيه صاحبته او حبيبته اللي كان بيحبها. اتأثر جدا وزعل منها جدا وقال لها لو سمحت نزليني هنا، ما كنتش عايز اقعد في العربيه، انا اتخنقت. وفعلا بتنزلهم العربيه بتضحك عليه. ودي كانت قصه الفيلم الجديد اللي بتعمله وما كانتش قصه حياتها. راح التصوير الصبح مكان التصوير اللوكيشن، لقى كرسي متحرك. افتكر البت عافيه، لقى المعلمه بابيتا ده الدور بتاعها الجديد اللي هي هتعمله. الذكاء رجع البيت تاني وبيكلم عافيه عشان يسمع صوتها، مش قادر يقول لها ان هو بهو، وزعلان جدا من نفسه وعمال يبكي وزعلان على اللي عمله في البيت عافيه. جه الليل لقى المعلمه بابيتا رجعت لصديقها تاني، عمال يشرب خمره وسكران، وراح مسك فيهم ووقع التورته على الارض. بيقول لها انا بحبك اكتر منه، انا قزم بس اجدع منه، راجل خاين ومخادع، وانت فعلا تستحق الخيانه والخداع. المهم ان هي خدته من ايده وطلعته بره بطريقه مش كويسه زي حراميه السوق. قالت له امشي من هنا، يا انت نسيت نفسك ولا ايه؟ لو جيت هنا تاني هديك بالجزمه. المعلم زعلان جدا من اللي حصل ومتأثر جدا باللي هي عملته معاه، وقعد حزين هنا ومتضايق، وخد بعضه من المكان وقعد يجري وهرب منه. والمعلمه بيتها رجعت المكان تاني وطردت كل الناس اللي موجودين وسابت الواد اللي كانت بتحبه وقالت له يلا يا باشا مع السلامه. والواد هنا بقى اتصل بصاحبه وقال له احنا هنسافر امريكا العافيه بكره، اجهز يا برنس عشان نروح لها. وفعلا سافر وراح امريكا عشان يقابلها وهي في ندوه علميه كبيره جدا جدا جدا. بنت واصله، وده القرد اللي هي هتطلعه المريخ في رحله لكوكب المريخ، والدنيا كلها مزبهله، لكن القرد عمال يعمل حركات مش مظبوطه. الناس خافت ومشوا وسابوا المكان. لقت بقى دخل عليها وبقول لها اهلا اهلا عافيه، زيت عافيه ده جميل جدا يا عافيه. مسكت المسدس استخبى، قال يخرب بيتك اهدي يا منار، مفيش فايده، مش عايزه تقابله، مش مقتنعه بكلامه. هنا بيديله بنت صغيره، فقال لهم انا هاخد البنت دي وهخطفها وهجري لو ما قابلتيش كلامي. قالوا دي بنتك يا مجنون. قال لهم بنت ازاي؟ لا تكون معوقه او ازعه. قالوا لا ما تخافش، بنتك كويسه جدا ومظبوطه وزي الفل والحمد لله سليمه جدا جدا.
مش مصدق وحزين جدا من اللي هو عمله مع عافية. دي سبب غلطتك يا مجرم، وساب المكان ومشي وهو حزين ومتأثر. تاني يوم راح الوكالة بتاعت ناسا دي عشان يطلعوا الفضاء. بيعرف ان في اختبارات لازم ياخدها الاول عشان ينجح فيها ويطلع الفضاء لكوكب المريخ. فعلا عايز يدخل هنا، وبعتت له المعلمة عافية دعوة لخطوبتها. قاعد حزين والامن مسكه بيضرب فيه ويمشيه. اتصلت بيهم عافيه قالت لهم لا خلوه ما تقلقوش منه. دخل اتعقم 100% ولبس بدله زي بتاعه المعدومين كده اللي هيخشوا على الاعدام وراح لها. الله ارجوكي سامحيني وما تسيبنيش. حولت الغرفه بتاعتها بدون جاذبيه ارضيه عشان يفضلوا طايرين في الجو كده، حركه بهلوانيه. قالت له زيك اهو ما تقلقش عشان ما تعايرنيش ان انا عاجزه وفاشله وقاعده على كرسي متحرك. قال لها ارجوكي سامحيني. قالت مش ممكن اسامحك، انت انسان غدرت بيا، انت قاتل ومجرم ومالكش علاقه بيا خالص بعد كده. لكن هو وقف في المسابقه وعايز ياخدها عشان يطلع كوكب المريخ ويثبت لها عكس كلامها وان هو راجل واتغير. خد كل الاختبارات الطبيه والعجليه والبهوميه وكله تمام، بيعمل الحركه بتاعته عمال يلعب مع البنت ومبسوط بيها جدا. وعافيه شايفاه هنا ومزبهله. قعد في غرفه حوالي 6 7 8 9 شهور عشان يتعود على الوحده لما يطلع كوكب المريخ. وهنا عافيه مش عايزاه ياخد التجربه، والقرد مش نافع، وهي اتخطبت خلاص لعالم فضاء زيها، شعره حلو ومسبسب. قعدت مع الواد جوه لما راح لها قالت له انا بكرهك وعايز اخلص عليك، لكن انت صعبان عليا وامشي من هنا عشان هم يطلعوك المريخ، ولو طلعت ما انتش راجع هنا تاني. الرحله دي صعبه جدا وبتقعد سنين وممكن تتدمر في الفضاء. قال لها كده كده انا هطلع الرحله مالكيش انت علاقه، وهثبت لك عكس كلامك ده كله واعرفك ان انا اتغيرت. وفعلا مصر على اللي هو عايز يعمله. بتقول له انت مجنون حتى في تصرفاتك، وفضل يحرك النجوم بصباعه ده زي زمان. الدنيا رجعت زي الاول، وكل الدنيا والصحف بتتكلم على المعلم جوه اللي هيطلع الفضاء ويطلع المريخ. طبعا ده كله في القفشه. كان معلمه عافيه صاحب شركه عافيه بتاعت الزيت، راحت فعلا الوكاله ومضت على الجواب بتاع بدء المهمه، والمعلم كده كده هيطير، وهي بتشاور له بتقول له انت بكره هتركب الصاروخ وهتروح في داهيه. هو بيقول لها انت بكره هتروحي في مصيبه وهتتجوزي. هو زعلان وهي زعلانه. طب هو زعلان عشان غدر بيها، هي زعلانه ليه ما نعرفش. وهنا فعلا بيعملوا له المراسم بتاعته وبيودع صاحبه عشان ممكن ما يشوفوش تاني في الرحله السوداء اللي هو هيطلعها دي. وطالع من المكان كل الناس مستنياه وعمالين يشاوروا له، وخلاص المعلم اتشهر وبتصور صورته المعهوده. الدنيا كلها خلاص عرفته واتشهر المعلم شهره عالميه. والمعلمه عافيه هنا في الفرح بتاعها ومراسم الزفاف، وهي خلاص تتجوز بتقول للواد انا مش قادره اتجوزك بشنبك اللي عامل زي رباط الجزمه دوت. وفعلا ما رضيتش تتجوزه ورجعت الوكاله تاني عشان تلحق الواد جوه قبل ما يطلع الفضاء. وبتعترف له انها بتحبه، بتقول له ارجوك ما تطلعش الرحله دي وخليك، لو طلعت هستناك ولو ما طلعتش يبقى احسن. قال لا لا انسى، انا كده كده طالع، انا عمري ما هرجع في كلامي تاني، انا بقيت راجل خلاص. المعلم وافق على اللي هو يعمله كده وخلاص هيطلع الفضاء. وودعوا بعضهم الوداع الاخير وطلع الصاروخ وطار يا معلم. باي يا معلم باي. والناس كلها بتتابع القصه كلها، حتى بيتا شافت صوره واتبهلت من اللي شافته، مبسوطه جدا باللي هو وصل له. قاعده البت عافيه زعلانه جدا من اللي حصل. وطلع رحلته المعهودة ونجحت الرحلة فعلا، وبعد 15 سنة قدر يرجع تاني للأرض ورجع لحبيبته عافية. فيلم جميل. أرجو لكم الاستمتاع بالمشاهدة والتعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. باي يا بشر.